لو حاسة إن يومك ممل أو نفسك تبقي أحسن وتطوري من نفسك فالفيديو ده ليكي. النهاردة هقولك على 10 خطوات بسيطة ممكن تساعدكم تغيروا حياتكم للأفضل. قبل ما نبدأ الفيديو عايزة أقولكم أنا بحبكم جدا 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 وبشكركم كلكم لأنكم بتدعموني وبتحبوني جدا ما شاء الله يعني، وبحبكم جدا جدا جدا. متنسوش بقى لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وحابين فيديوهات ايه الفترة الجاية؟ بينا بقى نبدأ الفيديو. واحد، حددي هدفك. شوفي انت عاوزة هدف ايه حتى لو كان صغير. بمعنى مينفعش خالص تبقى انتي عايشة وما عندكيش ولا أي هدف انت عايزة توصليله ولا أي حلم. فلو ما عندكيش لازم تحددي هدفك، لازم تعرفي انتي بتحبي ايه، لازم تعرفي انتي بتكرهي ايه، لازم يبقى ليكي مستقبل حلو في دماغك. انتي لما تحددي هدفك او حلمك من بعيد هتقدري ان انتي تسعي وتوصلي له. لكن انتي عايشة في الحياة بدون شغف، بدون اي حلم، بدون اي هدف، فانتي مش هتسعي لحاجة. يومك دايما بيبقى ممل، يومك مفهوش اي شغف، يومك مفهوش اي حاجة، ممل جدا جدا جدا، ما بتسعيش لحاجة. فحياتك كلها اصلا بتبقى بايظة. لازم تحددي هدفك او حلمك علشان تسعي وتوصلي له. زي ان انتي مثلا عايزة تجيبي درجة حلوة في الامتحان مثلا تقفلي، فانتي لازم طول السنة بتذاكري وتجتهدي وتعملي اللي عليكي، تروحي مدرسة تروحي دروس، فبتسعي السنة كلها علشان توصلي للنتيجة، توصلي للحلم ده. موصلتيش للحلم او للنتيجة دي يبقى ده بقدر ربنا وبتشوفي حلم جديد. ليه؟ وما تيأسوش طبعا. ليه؟ لأن كده ربنا مش كاتبلك الدرجة دي، مش كاتبلك الحلم ده، مش كاتبلك الهدف ده، لأنه مش هينفع عليكي. فاهماني؟ فما تيأسوش أبدا، حياتكم كلها يبقى عندكم أهداف وأحلام عايزين توصلوا لها، حتى لو كبيرة قوي أو لو حتى صغيرة قوي. لازم بس يكون عندكم هدف أو حلم. تاني حاجة، اصحي الصبح بدري شوية. أيوة أنا أصحى بدري قوي؟ لأ، اصحي نص ساعة زيادة عن انتي الوقت اللي بتصحيه. مثلا يعني بتصحي 10 يبقى تصحي 9:30. الوقت ده انتي مثلا وراكي مواعيد من الساعة 11 أو 12، فانتي بتبتدي تجهزي من الساعة 10، تفطري، تعملي اللي وراكي، فبتبقي مستعجلة. فالنص ساعة دي تاخديها لنفسك راحة وهدوء كده ويوجا، بتفضي كل الأفكار، كل حاجة من دماغك، وبتحضري لك مشروب مفضل وتقعدي تشربيه في هدوء، بدون أي سوشيال ميديا، بدون أي مشاكل، تبقى الناس نايمة. فبتريحي وبتفصلي كده مع نفسك، دي بتفرق جدا، بيخليكي عندك سلام داخلي من جواكي وهدوء كده مع نفسك، وتبقي عارفة نفسك. مش هقولك بقى تفكري في أي حاجة تخصك، متفكريش في أي حاجة، انت فكري ان انت دلوقتي عايزة انبسط وخلاص. انبسط بس، اشرب مشروبي واهدى واسترخي علشان تقدري تكملي باقي يومك بسلاسة وبسهولة وبراحة بال. تالت حاجة، ودي نصيحة معتادة وغالبا أنا بقولها في كل الفيديوهات، هي رتبي أوضتك. يا جماعة بجد، يعني اوضتك دي عالمك الخاص. مثلا الصالة مكركبة، انا بفصل وبروح ادخل اوضتي. أنا مش بعمل بقول لكم كده عشان اسيب الصالة مكركبة، لا، يعني انت مثلا بتلاقي الدنيا مكركبة بره، تدخلي اوضتك تفصلي فيها. مخنوقة مثلا من اهلك اي حاجة، تدخلي اوضتك بتفصلي فيها. مخنوقة مثلا من مدرسة، من دروس، من مذاكرة، بتقعدي في اوضتك تفصلي. فاوضتك دي هي اعلامك الخاص او المكان اللي بترتاحي فيه. فانتي لازم تخليها دايما طول الوقت مرتبة، دايما نظيفة، دايما منظمة وهادية وأجواءها هادية وريحتها حلوة. لما تفصلي بقى خالص تيجي تقعدي في أوضتك تلاقيها مرتبة، تلاقيها نظيفة، تلاقيها منظمة، ريحتها حلوة. فانتي أصلا مهما كنتي متعصبة فانتي خلاص بتهدي، نفسيتك بتبقى مرتاحة. لكن بقى الأوضة متكركبة ومش منظمة وده في ده والهدوم هنا والأقلام مرمية والسرير مكركب، فانتي نفسيتك بتبقى اوحش، انتي اصلا بتضايقي اكتر، بتقولي لا انا مروقتهاش وانا مش منظمه وانا. بعيدا بقى عن المشاكل دي كلها، رتبي اوضتك اول باول او حتى قبل ما تنامي علشان تصحي تلاقي الدنيا هاديه كده، تعملي كل حاجه بالراحه. وفي الوقت اللي قلتلك النص ساعه دي تقضيها كده بالراحه خالص، تشربي مشروبك المفضل. ففي الوقت ده كله انتي تريحي نفسك. لو انتي مش عارفة تتحكمي في عالمك الخارجي، تتحكمي في عالمك الخاص اللي هي اوضتك، تغيري ديكورها براحتك، تنقلي النظام من هنا لهنا، تحطي فيها كل حاجة براحتك لأنها عالمك الخاص. رابع حاجة وهي اهتمي بنفسك، بنظافتك الشخصية، إذا كان بقى بشعرك، ببشرتك، بجسمك، نظافتك الشخصية بشكل عام. انتي لما تلاقي نفسك بشرتك مثلا فيها حبوب، بشرتك مزيتة، بشرتك مش نظيفة، بشرتك جافة، شعرك فيه قشرة، شعرك مزيت، شعرك جاف، تاخدي الشاور، فبالتالي ريحتك مش ألطف حاجة. انتي ثقتك بتبقى بنفسك
مهزوزة خالص. اي حد يقولك اي كلمة هتصدقيه، لان انتي مش واثقة بنفسك، ما بنيتيش الثقة بنفسك. لازم انتي الاول تشوفي نفسك حلوة علشان تقتنعي ان انتي واثقة من نفسك وكويسة وشكلك حلو، علشان الناس تشوف ده. شايفة نفسك ان انتي مقصرة في حقك، فالناس هتأثر في حقك. لو انتي شكلك لو انتي بتقولي شكلك مش حلو، فالناس هتقول شكلك مش حلو. فبالتالي كل حاجة انت عايزاها لازم انت تعمليها الأول. لو عايزة حد يهتم بيكي لازم تهتمي بنفسك. عايزة حد يقول عليكي انت حلوة وجميلة، لازم انت تنضفي بشرتك وشكلك وتكوني كده منظمة وأنيقة. مش معنى كده ان انت تبقي مثالية والكل هيمدح فيكي، مفيش حد مثالي. بس هتقدري ان انت تواجهي التنمر، تقدري تواجهي الكلام اللي بيتقالك، تقدري تواجهي كل حاجة بتتقالك مش كويسة. لكن انت لو ثقتك محسوسة بنفسك، مش مرتاحة أو معندكيش سلام داخلي، فانت أي حد يقولك أي حاجة هتتأثري وتعيطي وهتصدقي وهتقولي على نفسك كذا، ويبقى عندك إحباط وملل وكمية بقى مواجع كتيرة أوي. الحل اللي انت توقفيها بيها ان انت تهتمي بنفسك وبس. السمنة دي بتدمر حاجات كتيرة جدا. ما ينفعش مثلا تقولي صاحبتي عندها أوضة لوحدها، صاحبتي عندها مثلا، صاحبتي معاها تليفون ولا لأ، صاحبتي معاها تليفون أعلى مني، صاحبتي مش عارفة ايه، صاحبتي أحلى مني، صاحبتي شعرها أطول، صاحبتي شعرها ملون، عينيها ملونة. كل المقارنات دي غلط. حتى في المقارنات الشخصية أو في العائلية، تقولي مثلا الأخوات بيحبوها أو هما بيحبوها بيدوها فلوس، كل الكلام ده غلط. مينفعش تقارني نفسك بأي حد. دي حياتها ودي حياتك. لو قارنتي نفسك بيها انتي مش تتطوري أبدا، بل بالعكس ترجعي لورا، ترجعي خطوات لورا، وهي تفضل تتقدم وانتي ترجعي لورا. لأن انتي بتقارني نفسك بيها. كمان مينفعش تقلدي حد. يعني مينفعش أنا أقول مثلا لا انتي بتعملي التسريحة دي أنا أروح أقلدها، أروح أعمل زيها، فالناس هتشوفك بعين إن انتي بتقلدي وبتقارني وحقودة وكلام كده كتير. فانتي اقطعي الكلام ده خالص، ودايما ركزي مع نفسك وبس. شفتي في حد حاجة كويسة تحاولي تعمليها بطريقتك، مش تقلديها تبقي نسخة بالظبط. حاولي تكون ليكي حياتك الخاصة، حياتها الخاصة. ما تحاوليش تعرفي أسرار حد، انتي مش هتفيدك ولا هتضرك، بل بالعكس انتي بتشغلي بالك بحياتها هي وهتنسي حياتك. سادس حاجة، اتعلمي حاجة جديدة حتى لو 10 دقايق في يومك. أي وقت بقى خصصيه لنفسك، نص ساعة، 10 دقايق، ساعة، وقت تخصصي في نفسك على طول في الدراسة وفي الأجازة. اعملي فيه الحاجة اللي بتحبيها، زي مثلا أي هواية، تطبخي، ترسمي، تلوني، تتعلمي حاجة جديدة، لغة جديدة يعني، تعلمي ميك اب، تاخدي كورس، مش عارفة ايه، يعني تعملي أي حاجة انت بتحبيها، أي هواية. كلنا بيبقى عندنا حاجة معينة احنا بنحبها. 8، اختاري أصحاب إيجابيين. الناس اللي حواليكي بتأثر عليكي جدا، يعني ما تصاحبيش ناس أو صحاب مش كويسين وانت عايزة تبقي كويسة. مستحيل. مستحيل. أولا انت لما تمشي معاهم الناس هتقول ان انت شبههم، لان انت بالتالي ماشية معاهم. ده أول حاجة. تاني حاجة، سيبك بقى من كلام الناس، انت ذات نفسك انت تتأثري بيهم، ماشية معاهم على طول، مصاحباهم، بتروحوا المدرسة مع بعض، تروحوا الدروس مع بعض، فانت هتتأثري بيهم، هتبقي شبههم، هتاخدي تصرفاتهم، هتبقي زيهم بالظبط اصلا يعني. فانت صاحبي الناس اللي بتشوف ان انت تبقي عايزاه تبقي زيهم. او انا مثلا لقيت البنوتة دي كويسة وبتصلي وبتذاكر، انا هصاحبها. مش هقول بقى انها هي مملة وحياتها على طول مذاكرة لا، انت صاحبيها علشان تتعلمي منها وتاخدي صفاتها الكويسة، مش تاخدي الصفات اللي مش حلوة من الناس. مش بقولك قطعي الناس أبدا، انتي صاحبي كله عادي، بس الناس الكويسة هي اللي تبقى البيست فريند أو الناس المميزة في حياتك. أما أصحابك التانيين يبقوا عاديين جدا في حياتك، ازيك، الحمد لله، عاملة ايه، وبس. بس حاجة، قللي وقت الموبايل واستغليه في حاجة مفيدة. الوقت ده تبقي فاضية تقرأي قرآن، تقرأي قرآن، تقرأي أذكار، تعملي أي حاجة مفيدة في الوقت انت مش ماسكة فيه الموبايل. أهم حاجة طبعا، أهم حاجة إن انت تبقي قريبة من ربنا. ده بيغير حياتك 180 درجة. انت بعدي من ربنا، ما بتصليش، ما بتقرأيش قرآن، مش مقربة من ربنا، فانت حياتك بتبقى متشقلبة، مش مظبوطة، متلخبطة، بتبقي مخنوقة، بتبقي متضايقة، مش عارفة تعملي ايه. لكن لما بتبقي قريبة من ربنا، بتصلي وتقرأي قرآن، فانت حياتك بتبقى متظبطة ومنظمة. احنا اصلا عايشين عشان نعبد ربنا، فما ينفعش خالص ان احنا ما نقربش من ربنا ولا نصلي. مش الخطوة هي امني بنفسك،
زي ما قلت لك في الاول ان انت لو اعتنيتي بنفسك واعتنيتي بنظافتك الشخصيه ده بيبان عليكي، وان انت تبقي واثقه من نفسك. فانت امني بنفسك ان انت تبقي حلوه، ان انت كويسه، ان انا بعمل اللي عليا. فانت امني بنفسك وبقدراتك، هتلاقي الناس امنت بيكي وبقدراتك انت، والناس حبتك اكتر من انت بتقولي على نفسك لا انا مش حلوه قدامهم، انا ما بعملش حاجه مفيده. كل الكلام ده غلط. اي حاجه بتبدا خطوه بخطوه وثقه بالنفس. قولولي بقى في التعليقات انهي خطوه تبداوا بيها من النهارده. وبحبكم جدا جدا جدا، استنوني بالفيديوهات الجايه. بس كده، باي.